السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض شرايح اللحمة المشوية مع الرز النسري. أول حاجة هنبدأ بيها هنتبل اللحمة بتاعتنا. هنحط كده في طبق معلقتين من الزيت، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كمية الفلفل الأسود دي مش كتير، الكمية دي هتتبل منها اللحمة، والزيادة هتنزل معانا في الجريل أثناء التسوية. وهضيف معاها كمان معلقة مليانة من الملح، وهنضيف معلقة من الروزماري ومعلقة من الزعتر. خلاص كده هي دي التوابل اللي احنا هنستخدمها. هنقلب كويس لغاية الملح بتاعنا ما يدوب، ولو ما وصلتوش للنتيجة دي في الخليط ضيفوا كمان معلقة من الزيت علشان الخليط لازم يبقى سايل بالشكل ده. وهكون محضرة 7 فصوص توم وهخليهم سلام، بس هكسر كل فص منهم كده افتحه علشان ناخد منه الطعم والنكهة بتاعته. وهنقلب التوم مع الخليط، وبعد ما يبقى جاهز معايا هنزل باللحمة بتاعتي، بس هنزل بيها قطعة قطعة وأتبل كل قطعة كويس من كل جهة. وبعد اما اتبل الكمية كلها وتبقى جاهزة معايا هغطيها واخدها احطها في التلاجة لمدة نص ساعة. وبعد مرور النص ساعة هنجيب الجريل بتاعنا وعلى نار متوسطة، وهنحط فيه مكعب زبدة كبير. أول ما الزبدة تسيح ننزل بقطع اللحمة بتاعتنا، وننزل بكل التتبيلة اللي كانت في الطبق بتاع تتبيلة اللحمة. وهنكون هنا مجهزين حلة على النار وحاطين فيها مية كتير علشان نسلق الرز فيها. وأول ما المية تغلي معانا هنضيف فيها معلقة من الملح ومعلقة من الكركم، ونرجع نغطي الحلة مرة تانية لغاية ما المية تغلي مرة تانية. ونكون مجهزين كوبايتين من الرز البسمتي ومغسولين ومتصفيين كويس. بمجرد ما المية تغلي هننزل فيها بالرز بتاعنا. كل دقيقتين هنقلب اللحمة بتاعتنا على كل جهة شوية علشان خاطر تستوي بشكل متناسق، وتبقى قطع اللحمة كلها مستوية كويس. أول ما المية غليت معانا بننزل بالرز بتاعنا، بس كمية المية هنا اكتر من الرز لان احنا بنسلق الرز، فنبقى بنحرص على ان المية ما تقلش او الرز يشربها. ولو لقينا المية قلت نضيف مية سخنة للرز بتاعنا. هنسيب الرز بتاعنا يتسلق لمدة 6 دقايق، واثناء السلق هنتابعه ان المية لسه حواليه كتير وان المية ما قلتش. وهنظبط ال6 دقايق على الساعة علشان خاطر ما يعجنش مننا. واللحمة بتاعتي برضو كل دقيقتين بقلبها على كل جهة شوية. واول ما نلاقي ان الزبدة بتقل من الجريل او الطاسة بتاعتنا لازم نضيف قطعة زبدة على طول. ما نسيبش الزبدة تقل من الطاسة بتاعتنا علشان اللحمة بتاعتنا تفضل طرية وما تنشفش. كده الرز خلاص عدى عليه 6 دقايق وبقى مظبوط معانا. هناخد الرز ونصفيه بمصفى ضيقة ونرجع نكمل الرز. ادي الزبدة اول ما جت تقل جبت مكعب زبدة كبير وحطيته علشان يرجع المادة الدهنية تاني تزيد في الجريل بتاعي. بعد ما صفينا الرز جبنا الحلة تاني وحطينا فيها مكعب من الزبدة. بمجرد ما يسيح هنضيف معاه التوابل بتاعتنا سليمة. هحط عود قرفة و3 ورقات لورا، هحط 7 فصوص قرنفل، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، و5 فصوص حبهان، وواحدة لومي. لو انتوا حابين تحطوا التوابل دي مطحونة ضيفوها لو انتوا بتحب طعم التوابل في الرز، لكن انا بحطها سليمة علشان بعد الرز بتاعي ما يستوي هشيل التوابل بتاعتي.
دلوقتي هحط نص معلقة من الملح ومعلقة من الكاري. نص معلقة الملح علشان خاطر احنا سلقنا الرز وكان في ملح في المية بتاعت سلق الرز. هنقلبهم شوية. اول ما ريحة الكاري تظهر معانا هنضيف كوباية واحدة من المية، كوباية واحدة، لان احنا سالقين الرز. هو في الطبيعي ان كل كوباية رز بتاخد من كوباية ونص لكوبايتين مية، لكن احنا علشان سالقين الرز قبل كده هنحط كوباية واحدة من المية. برضو نقلب اللحمة بتاعتنا. خلاص احنا اللحمة بتاعتنا كده داخلة في السوا. هسيب المية بتاعت الرز تغلي، واول ما تغلي هنضيف فيها الرز اللي احنا سلقناه. كمية المية هنا اقل من الرز، هي كمية بسيطة علشان تكمل سوا الرز. شايفين المية حتى مش مغطية وش الرز. هنقلب الرز كويس ونغطيه، واول ما يشرب السوائل اللي فيه هنهدي النار عليه خالص ونتابعه اثناء السوى. واللحمة بتاعتي خلاص كده وصلت لسوى كامل. هنا السوى زي ما انتوا عايزينها تبقى مش مستوية سوى كامل، عايزينها تبقى لونها احمر شوية زي ما انتوا حابين. انا كده هقفل النار على اللحمة بتاعتي، بس ما ينفعش ان احنا نقفل النار ونسيبها كده. احنا هنقفل النار وهنغطيها بغطا او بورق فويل، وهنسيبها تريح شوية في الجريل بتاعنا قبل ما نقدمها. انا هو هغطيها بعد ما قفلت النار عليها، وهسيبها تريح شوية لغاية ما الرز بتاعنا يكمل السوا بتاعه. وادي الرز اهو اتشرب السوائل اللي فيه. ههدي النار عليه خالص وهسيبه براحته يستوي. واثناء ما هو بيستوي هنعمل الصوص اللي هنحطه على اللحمة. هناخد معلقة زبدة من اللي كانت مع اللحمة، وهضيف عليها معلقة من الزيت، وهحط فيهم معلقة من الدقيق. الدقيق لازم يكون حواليه مادة دهنية مخليه سايل كده، ما ينفعش يبقى مكلكع او مكتل اثناء ما احنا بنعمله على النار. كمان لو عايزين الصوص يبقى اغمق من كده حطوا المادة الدهنية كلها من الزبدة اللي مع اللحمة. بعد ما الدقيق يستوي على نار هادية كده هضيف عليه كوباية من اللبن، لبن عادي بدرجة حرارة المطبخ، وهخليه على نار هادية وهقلبه علشان ما يكلكعش لغاية ما ياخد معايا سمك تقيل شوية. خلاص كده كل الاكل بتاعي بقى جاهز واستوى. هنغرف الاكل مع بعض. ادي اللحمة وهنحط عليها الصوص. ما تقلوش السمك بتاع الصوص اكتر من كده علشان يحافظ على ان اللحمة تفضل طرية، كمان عشان هو يبقى ليه طعم. ولو لقيتوه تقل منكو زودوا شوية لبن وهو لسه على النار، واعملوه على نار هادية علشان ما يكتلش منكم. تعالوا بقى نشوف اللحمة بتاعتنا ونقطعها من جوه ونشوف قد ايه هي لسه طرية، والزبدة حافظت على انها تاخد لون من بره، لكن هي من جوه طرية ولذيذة جدا. بصوا اللحمة طرية جدا من جوه وطعمها حلو قوي ومتبلة وجميلة. اكلة سريعة وما خدتش وقت معانا. اتمنى ان تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، ولو عجبتكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك لو حبيت يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.